السلام عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة لمسات دانيا. وصفتنا النهار اليوم هي وصفة الباذنجان، خبيزات الباذنجان. وصفة بنينة وبزاف سهلة. للمقادير عندي 3 حبات باذنجان بهذا الحجم، كنت غسلتهم ونشفتهم مليح من الماء. عندي 2 حبات بيض، عندي كمية من الأرز من الرز كنت غليتها في الماء والملح. عندي رز طايب لهنا صفيته، كمية من المعدنوس، عندي 4 فصوص ثوم مسكرفجين، وحبة بصل مقطعة صغير، حبة بصل تكون صغيرة، وعندي 2 ملاعق كبار فارينة. عندي لهنا ملح حسب الرغبة بطبيعة الحال، نصف ملعقة كمون، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كركم، ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل. نحكم الباذنجان تاعي نقشره كامل ونجيبه باش نقطعوه مع بعض. هاوليك كامل غسلته ونشفته وقشرته، نحيت له كامل القشرة، ودركا نحكموه نقطعوه بهذا الشكل. نقطعوه بشكل عشوائي قطع صغيرة، بس راح نحطوه في الاشواغ وراح نرحوه. انا قطعته بهذا الشكل باش بالخف يترحالي في الاشواغ، مربعات صغيرة نوعا ما. هذا الوصفة تجي بزاف بنينة، تقول راكم تاكلوا في اللحم ماشي باذنجان، وفي نفس الوقت صحية. جربوها وما راحش تندموا. نقطع كامل الكمية اللي عندي، انا استعملت 3 حبات متوسطة في الحجم. لهنا كملت قطعت كامل الكمية اللي عندي، جبت الاشواخ تاعي ونبدا نحط نصف الكمية تاع الباذنجان تاعي في الاشواخ. لهنا نحط نصف الكمية، نرحيه ومن بعد نكمل الكمية المتبقية. بهذا الشكل نرحي الكمية الأولى، نكمل الباذنجان اللي قعد لي كامل ونكمل نرحيه مع بعض بهذا الشكل. نرحي كامل الكمية اللي عندي. هذه الوصفة بزاف سهلة وما تشربش بزاف الزيت، كما نعرفوا احنا الباذنجان يشرب بزاف الزيت. هذه الطريقة تجي بزاف بنينة وما تشربش الزيت. راح نستعملوا شوية زيت برك في المقلة ونقلوا الخبيزات تاعنا ويجو هايلين. جربوها وما راحش تندموا. خلوا لي رأيكم في التعليقات البنات، راني نقرا كامل التعاليق تاعكم، واللي عندها اي سؤال تخليه لي في التعليقات راح نجاوبها باذن الله. ونخلي لكم رابط الانستغرام والفيسبوك في صندوق الوصف، اللي تحب تتواصل معايا تبعث لي في الانستغرام ولا الفيسبوك ولا التيك توك. نرحي كامل هذاك الباذنجان. بعد نجيب ان ريسيبيون، هنا واش راح ندير؟ راح نجيب هذا لو ريسيبيون ونجيب الصفايه تاعي كيما نقولوا نعصر الباذنجان هذاك من الماء اللي فيه، باسكو راح نشكلوه خبيزات هكا باش ما يطلقناش هذاك الماء اللي يكون فيه. لهنا نحط هذاك الخليط ولا الباذنجان المطحون تاعي في ان ريسيبيون، ونجيب الصفايه تاعي ونبدا نحط بالكميه القليله ونعصر. دوك نوريكم الطريقه. دوك نوري لكم لهنا الطريقه. اني جبت الصفايه تاعي ونبدا نحط بالكميه ونضغط عليه بأون سباتول
كيما راني ندير لهنا، ونخرج منه كامل هذاك الماء تاعو، نشفو كامل من الماء تاعو باش كي نجي نشكلو خبيزات ولا كويرات ما يطلقليش الماء. راكم تشوفوا كيفاش راني نعصر فيه بأون سباتول هكذا بهذا الشكل، نشفو كامل من الماء. نكمل الكمية تاعي، ونكمل نضغط عليه بلا سباتول ونعصر. درك تشوفوا الماء اللي تحصلت عليه خرج كامل من هذوك 3 حبات باذنجان. شوف راكم شوفوا الماء اللي خرج منه. الماء هذاك كنت خلوه فيه راح يخسر لنا الوصفه تاعنا. راني رجعت لهنا في لو ميم ريسيبيون حطيت فيه الباذنجان بعد ما عصرته من الماء. درك نكمل المقادير، نحط عليه حبه بصل صغيره مقطعه رقيق، نزيد الفصوص تاع الثوم تاعي، ونزيد الرز اللي كنت غليته في الماء والملح وقطرته مليح. انا درت هذا الكميه، ونزيد المعدنوس تاعي، كميه قليله من المعدنوس مقطع رقيق، راح يمد بنا هايله الباذنجان تاعنا. ونزيدو لي زيبيس، عندنا ملح، كمون، فلفل كحل، كركم وزنجبيل. هذو هما لي زيبيس اللي توابل اللي استعملتهم في الوصفه تاعي. نجيب البيض تاعي، وعندي 2 مغارف فارينة، نكسر 2 بيضات، نحط البيض ونخلط. ولا هنا 2 مغارف فارينة، ونخلط كامل بلا سباتول تاعي حتى نتحصل على خليط متمازج اللي نقدر نشكله بيدي كويرات ولا خبيزات. نقعد نخلط حتى يتمزجوا كامل المكونات تاعي مع بعضهم بهذا الشكل. لهنا راني شكلتهم انا على شكل خبيزات شويه جايين بالطول اوفال كما نقولوا، كل وحده تشكل كما تحب. راني شكل انا بهذه الطريقه خبيزات. شوفوا لهنا على بها قلت لكم لازم تعصروا هذاك الباذنجان من الماء، سينو الوصفه تخسر لكم، ما تجيكمش مليحه. راني نشكل فيه لهنا على شكل خبيزات، درتهم شكل بيضاوي. نكمل كامل الكميه اللي عندي، والكميه تاع الزيت اللي درتها ما تكثروش بزاف الزيت، شويه زيت برك، ونقلوهم على نار هاديه. وهذه هي النتيجه النهائيه تاع الوصفه تاعنا لنهار اليوم، باذنجان على شكل خبيزات بنيني شهي هايل، تقول شي راكم تاكلوا في اللحم. انا لهنا رافقته بالمايونيز، وكل وحده فيكم ترافقوا بالصلصه اللي تحبها، باسكو هو يجي شويه ناشف، من الاحسن ترافقوه بصلصه مايونيز ولا صوص ميزون ولا كما تحبوا. السلام عليكم.